تشيز كيك ايس كريم بالفراوله هيرطب علينا في الحر الرهيب ده. طعمه خطير كانه من بره وبجد سهل قوي. نص كيلو من الفراوله هحطهم على نار هاديه واحط عليهم نص كوبايه من السكر. اول ما السكر يدوب يبتدي يغلي احط عصير نص ليمونه وابتدي اهرسه باي حاجه عندي. هدوب معلقه متوسطه من النشا في شويه ميه صغيرين، احطها على الفراوله عشان تبقى صوص تقيل، وبعد كده اطفي عليها واسيبها تهدى خالص. بقى ظرفين من الدريم ويب احط عليهم نص كوبايه من الحليب ونص كوبايه من السكر البودره، كمان نص كيلو من الكريمه الخفق السايله بتاعه الحلويات. اضربها كويس جدا لغايه ما تبقى تقيله، ولو احتاجنا حليب في النص هنزود. بعدها عندي جبنه كريمي اي نوع بدرجه حراره الغرفه، ههرسها وازودها على خليط الكريمه ويتخفقوا كويس قوي مع بعض عشان الجبنه تدوب. بعد كده نعمل طبقات الايس كريم. هنحط الكريمه وعليها بسكوت متكسر وصوص الفراوله، وكريمه وبسكوت متكسر وصوص الفراوله، هندخلهم كده في بعض علشان الطعم يبقى داخل في بعضه. بجد طعمه خطير وسهل قوي، وفعلا هتحسوا ان انتوا جايبينه من بره ما يفرقش خالص، بل واحلى كمان. جربوه وبالهنا والشفا.